هو ما بيبقاش طبيعي، هو بيبقى اسمه زيت معدني. زيت معدني. زيت معدني. تمام. وزيت تاني تخليطي. وفي وفي زيت بين الاثنين اللي هو زيت نص تخليطي. اللي هو اسمه ايه؟ زيت نص تخليطي. او سيب تخليق. ده اللي بيتحدد عن طريق المعامل الحراري بتاعه. المعامل الحراري بتاع الزيت. ايه بقى هو المعامل عندك الحراري اللي اتكلمنا عليه؟ عندك الزيت المعدني بيبقى 20 دبليو 50، ده زيت ال 5000 اللي هي زيت، ده اسمه زيت معدني 20 دبليو 50. ده زيت يعتبر زي زيت، ده زيت سوبر. بيعمل من 3000 اقصى حاجه ليه 5000. تمام. ده معدني. في اللي اقل منه بقى اللي هو العاده برضه 20 دبليو 50، بس بيفرق اللي هو اس اف. ايه بقى الاس اف؟ الاس اف ده اللي هو بتاع دي بتبقى المنظمه الامريكيه، هي اللي بتقيم الزيت. بتقيم الزيت ده درجته ايه؟ منظمات التقييم لتقييم الزيت يعني. عشان ايه اللي يناسب العربيات. تمام. ده يعتبر اقل منتجات من الزيت. في نوع تاني اللي هو السي 50. اللي هو احادي الدرجه، ده 20 دبليو 50. ال 20 دي يعني ايه؟ والدبليو يعني ايه؟ وال 50 يعني ايه؟ ال 20 دبليو 50 ده المعامل الحراري بتاع الزيت، اللي هو في الشتاء يقدر يمشي على درجه حراره 20 درجه مئويه. اللي هي اقل درجه الحراره او اعلى درجه حراره مرتفعه يقدر يتحملها، توصل لزوجة الزيت فيها، مش كده؟ تمام. اللي هو قوام الزيت. تاني عشان المايك بس. 20 دبليو 50 دي 20 دي اللي هي بتاعت الشغل بتاع الشتاء. الزيت يقدر يعني درجه حراره 20 درجه مئويه. تمام. 50 في الصيف، فعلى اساس كده بيقيم الزيت ده 20 دبليو 50. بس ده زيت معدني معلوش اضافات تحسين تبريد تقليل احتكاك، لان وظائف الزيت ليها وظائف كتيره، مش اللي هو تليين وبس. دي كذا وظيفه. بيقلل معامل الاحتكاك في المعادن مع بعضها. يقلل الاحتكاك، نظافه، الضوضاء، تحسين اداء طبعا الموتور. الكلام ده كله، الرواسب والنظافه. ده الزيت العاده. ده الزيت العاده ده ما فيهوش اي اضافات، ده يعتبر زيت معدني بس. تمام. الاضافات بتاعته. تمام. ده الزيت بيبقى اعلى منه درجه، بيبقى اللي هو اس ال 20 دبليو 50 برضه. تمام. برضه زي ما قلنا دي بتاعت الشتاء ودي بتاعت الصيف، ده المعامل الحراري بتاعه. ودي بتاعت المنظمه الامريكيه اللي بتحدد نوع يعني جوده الزيت، بتتحسب من الاس ال اللي هي السبارك. الحروف الابجديه. كل ما بيقل الحرف هنا كل ما جوده الزيت دي بتعلى. تمام. في نقطه ثانيه برضه، كل ما بيقل الرقم اللي جنب الدبليو هنا، كل ما يقل الرقم كل ما جوده الزيت دي بتعلى. جوده الزيت ونقائه بتاعه. تمام. كل ما بيقل الرقم كل ما بيقل. في نوع تاني اللي هو من 5 ل 7، بس هو مش متوفر حاليا. هل هي دي بتبقى درجه التجمد، اللي هي درجه الزيت عندها ما يتجمدش؟ يعني انا في الشتاء دلوقتي راكن العربيه، اكيد ممكن تبقى درجه حراره مثلا 6 او 7. هل هي مثلا رقم 5 ده ان هي الزيت عند الدرجه دي هو ما يتجمدش عند الدرجه دي؟ أيوة. كده عشان يقدر الزيت يبقى خفيف. اول ما تدور في تليين على طول، الترومبه ده تضغط الزيت يوصل لكل اجزاء الموتور بسرعه عشان ما يبقاش. السرعه دي بقى بترجع للزيوت التخليقيه. سرعه الانتشار للزيت. تمام. لان كل زيت حسب ما الثقل بتاعه او التقل بتاعه او الفسكوسي زي ما يعني الاسم العلمي بتاعه، كل واحد ليه الدرجه بتاعته.